أما ما يتعلق بالسؤال وهو ما ذكر أخونا السائل من أنه يجد ضعفا في العلم وفي همته وكيف السبيل إلى علاج ذلك، أولا أن يدعو الله جل وعلا أن يفتح عليه وأن يشرح صدره، فالدعاء سبب عظيم، عليه أن يكثر من الدعاء. رب اشرح لي صدري، رب زدني علما. قال جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. فكان صلى الله عليه وسلم بعد نزول هذه الآية يكثر من قوله رب زدني علما، رب زدني علما. فعليك أن تنطرح بين يدي الله وأن تسأله جل وعلا أن يفتح عليك وأن يحبب إليك العلم وأن يشرح صدرك، هذا أولا. وثانيا عليك أن تسلك الأسباب المعينة، فمن ذلك تقوى الله جل وعلا، فإن التقوى لها الأصل، لها الأثر العظيم: واتقوا الله ويعلمكم الله. فإذا اتقيت الله جل وعلا قذف لك النور في قلبك وفتح عليك. ثالثا عليك أن تصحب أهل الهمة العالية الذين أخذوا أنفسهم بالجد والحزم والعزم، فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فاعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بجد وعزم مثل عزمهم، واجهد بعزم قوي لا انثناء له، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. ابذل كل ما تستطيع في هذا، وعليك بمصاحبة الأقوياء الجادين، وإياك أن تنزل إلى من هو مثلك أو دونك من الضعفاء، لأن هؤلاء يهبطونك. فاصحب الماجد القوي في هذا الجانب فإنك تنتفع به، فعليك بذلك. وأيضا احرص في هذا الجانب على الأمر الرابع، وهو الاختيار للمعلم والمتن، فإن العلم لا يمكن أن تأتي عليه كله، صعب، ولو عمرت ما عمرت، فاختر من كل فن أحسنه كتبا متونا، ثم تقرأها على المفيد الناصح، المفيد الذي يفيدك في علمك، هذا الذي تقرأ المتن عليه، والناصح الذي يبتدئك بالنصيحة إن رآك بحاجة إليها ولو لم تسأله. وما حوى الغاية في 1000 سنة شخص، فخذ من كل فن أحسنه بحفظ متن جامع للراجح، تأخذه على مفيد الناصح. فلا بد من اختيار والانتخاب، فخذ المشهور وإياك والمغمور. وثانيا تأخذه على المفيد الذي يفيدك في هذا الفن، وعلى الذي ينصح لك بما يراه إذا رأى ما هو أولى منه. وثالثا لا بد في هذا من الحفظ، فالمحفوظ وإن قل ينفع الله به، فهو الذي يبقى في القلوب، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. فمدح الله هذه الأمة بأن علمها في صدورها. علمي معي أينما يممت أحمله، بطني وعاء له لا بطن صندوق، صدري وعاء له لا بطن صندوقي. إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. تكتب العلم وتلقي في سفط، ثم لا تحفظ لا تفلح قط. إنما علمك ما تحفظه مع فهم وتوق من غلط. وأحسن ما يكون من الأسباب التي تعين بعد توفيق الله على الحفظ شرف الشباب ومداومة النظر، أن يكون الإنسان جادا في أول عمره وشبابه، فإن مرحلة الشباب مرحلة قوة الحافظة. فإن البخاري رحمه الله تعالى سئل عن هذا، عن أعظم سبب أو عن سبب حفظ العلم، قال شرف الشباب ومداومة النظر. فالمداومة للنظر في الكتاب يورثك الحفظ أو قريبا من الحفظ، الاستظهار في الغالب تستظهر أكثره بحيث ما تستحضره أكثر مما يغيب عنك، فلا بد من ذلك. وشرف الشباب سن الصغر مهم جدا، فعليك في أول أمرك إذا كنت في صغرك في أول شبابك أن تركز على الحفظ، كتاب الله، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، المتون المعتبرة المحررة عند أهل الإسلام في جميع الفنون. ولهذا العلم في الصغر كالنقش في الحجر،
والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. هذا من حيث الجملة، وإلا تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا كبارا، لكن الفرق بيننا وبينهم أن الحافظة عندهم ليست كالحافظة عندنا، فذهانهم وقادة وعقولهم وذاكراتهم سيالة، والحافظة قوية عندهم رضي الله تعالى عنهم. اليوم الشواغل كثيرة والملهيات كثيرة والأسباب المحاربة للحفظ أكثر وأكثر، فإحنا ننصح أن الطالب في صغره وفي أول شبابه يركز على الحفظ، لأن الحسن البصري يقول هكذا كما سمعتم: العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والعلم في الكبر كالكتابة على الماء. أراي أنسى ما تعلمت في الكبر، ولست بناس ما تعلمت في الصغر، ولو فلق القلب المعلم في الصبا لألفي فيه العلم كالنقش في الحجر. وما العلم بعد الشيء إلا تعسف إذا كل قلب المرء والسمع والبصر، وما المرء إلا حسن عقل ومنطق، ومن فاته هذا وهذا فقد دمر. فنسأل الله جل وعلا أن يعين أخانا وأن يوفقنا وإياه جميعا لسلوك هذا الطريق، إنه جواد كريم. صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما يكفي هذا شيخ أحمد؟ ومما يساعد على الحفظ العمل والتطبيق. كان السلف يستعينون على حفظ معلوماتهم بالعمل، يعني الإكثار من الحفظ بدون عمل بارك الله فيك لا ينفع. فمما يرسخ والله أعلم الحفظ في قلب الإنسان وأن يعمل. ويشير أحمد بن حنبل إلى هذا، نحن يستعان على الحفظ بالعمل. إذا بلغك الحديث فعمل به. اللهم صل على نعم. النص النافع فعمل به. بارك الله فيك. الله أكبر. وإذا كان نهي فاجتنبه، وعلى بالك دائما أن هذا باطل، وأن رسول الله قد نهى عنه، وأن الله قد نهى عنه، وما شاكل ذلك. اللهم صل على محمد. الله يغفرنا وإياكم. جزا الله مشايخنا على هذه النصائح الطيبة والتوجيهات المفيدة والتنبيهات اللطيفة، ونأمل من الإخوة التفضل للعشاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يذكرني الحر هذا، وإن كنا الحمد لله احنا في نعمة، يذكرني مما ذكروه في ترك. أقول الحر هذا يذكرني بمكة بما كان من حال عبد الله بن وهب القرشي رحمه الله، فقد كان عالم مكة في زمانه، وكان ذا رحمة بالطلبة وحب لهم، فكان في موسم الحج إذا جاء موسم الحج، ونحن الآن فيه، فطلبة الحديث بمكة كانوا يأتونه وحلقته كبيرة، وكان من شدة الحر بمكة يلبس مدرعة خفيفة قطن، مدرعة خفيفة، ثم يأمر بكرسيه فيخرج ببرزة أمام الدار وترش، وبيده مهفة يقول من حر مكة، ويقول للطلبة اذهبوا وجولوا ودوروا أولا على الشيوخ الذين وفدوا لمكة للحج وأنا باق لكم. قال فيأتونه من آخر الليل فيقعد لهم فيملي عليهم. رحمه الله ورحمهم جميعا، ورحمنا وإياكم وسلك بنا وبكم طريقهم، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net. وجزاكم الله خيرا.